الكالوريز بتفرق. يعني احنا لما بنشتغل نوعيات اكل عشان ننظف الاكل بتاعنا، وبنشتغل كالوريز حسب كل واحد واحتياجاته. مش بس كده، كمان بنشتغل على كمية البروتين لكل شخص، كمية النشويات، كمية الدهون الصحية اللي داخله. كل الحاجات دي مهمة قوي. انا ما ينفعش اتنين داخلين لي صحاب نفس السن ونفس كل حاجة اديهم هما الاتنين نفس الحاجة، ما ينفعش. لازم اشوف دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه، وكل واحد بديله نظام على حسب طاقته، على حسب حاجات كتير قوي. بتجيلي مثلا وبنتها، ما ينفعش ادي نفس النظام ليهم هما الاتنين. دي ليها الحاجات بتاعتها ودي ليها الحاجات، دي بتشتغل ودي عندها رياضة ودي قاعدة في البيت، كل واحد ليه الحاجة بتاعته. المشكلة بتحصل لما ادخل على النت واطلع اي نظام غذائي واقوم ضارب اي حاجة، او لو ان انا قللت اكل فجسمي ما خدش الكفايه بتاعته، فتبتدي نفس الالتهابات ونفس المشاكل الموجوده. انا ما عالجتش حاجه. لكن التغذيه